على كل حال هنا كرة لمصلحة كوينكا، يتقدم كوينكا ويتعمق كثيرا ويعيد كرة للوراء ورأسية في المرمى، هدف لديفيد فيا. ديفيد فيا يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 75. فيا الذي اشترك للتو، هنا عناق لكوينكا الذي صنع الهدف الذي رفع الكرة، وديفيد فيا يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 75، يؤكد انتصار برشلونة المؤكد بالفعل، وبالتالي رباعية نظيفة الآن عن طريق ديفيد فيا بعدما بدأها بيكيه وثناها ميسي وثلثها بويول، والآن فيا يضيف الهدف الرابع. هنا كانت الكرة، لاحظ بدأت بغلطة من الظهير أو المدافع ماتيوس، لاعب الكرة قطعها مباشرة داني ألفيش إلى كوينكا الذي تعمق ورفع الكرة، المدافع حاول إبعادها فذهبت من قدم بونزيو لاعب الوسط إلى رأس ديفيد فيا، فانبرى إليها مباشرة ووضعها برأسه في الشباك المشرعة، في شباك المرمى المفتوح على مصراعيه، يعني من قدم المدافع جاءت أفضل من رفعة إلى ديفيد فيا الذي وضعها في المرمى. وها هو